السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. أسأل الله عز وجل أن يجعله يوما سعيدا مباركا على الجميع. الحقيقة هنالك موضوع شغلت به هذه الأيام، وقد رأيت نماذج منه وعايشتها معايشة مباشرة، ألا وهو موضوع الخلاف بين الإخوة، إما الأشقاء أو من الأب، وهو خلاف يحتد أحيانا ويحتدم حتى يتحول إلى خصومة شديدة، بل يتحول إلى مقاطعة شديدة. وأعرف قصصا من هذا النوع يدمى لها القلب. وحينما بحثت عن الأسباب من خلال ما اطلعت عليه، وجدت أن هنالك عدة أسباب ينشأ بها هذا الخلاف الشديد والخصومة بين الإخوة. أهم سبب وأخطره في هذا الخلاف بين الإخوة هو سوء الظن، فقد عرفت نماذج من هذا النوع. هنالك سوء ظن قاتل بين الإخوة، وتبنى على سوء الظن كل الخلافات التي تنشأ بينهم، ويستحكم هذا الظن السيء في النفوس، ويدعمه بلا شك الشيطان. فالشيطان يستثمر أو يستغل سوء الظن في نفوس البشر وينميه ويضخمه حتى يصبح هو الأصل، وحتى يصبح حسن الظن أمرا مستبعدا لا مكان له في النفوس. فسوء الظن بين الإخوة هو السبب الأول الذي رأيته بأم عيني يسبب هذه الخلافات والمقاطعات، حتى إن بعضهم يتقاطعون في رمضان وفي العيد. هنالك سبب آخر أيها الأحبة، ألا وهو الطمع القاتل، الطمع الذي يستحكم في القلوب وفي النفوس، ويبدأ يقطع حبال الأخوة والمودة والقرابة وصلة الرحم بين الإخوة، وتنشأ منه الخلافات الشديدة التي تسبب تقاطعا بين الإخوة وتسبب قطيعة للرحم، ونحن نعلم خطورة قطيعة الرحم على الإنسان في الدنيا والآخرة. أيضا الحسد، يتحاسد بعض الإخوة في ما يحقق بعضهم من النجاح، حتى النجاح الذي حققه بعضهم في حياة والدهم مثلا، فبعد أن يتوفى الوالد ويبدأ الحديث عن الثروة وتقسيم الثروة، قلت هذه الثروة أم كثرت، يبدأ أيضا التحاسد الذي ينشأ في بعض النفوس المريضة الأمارة بالسوء. إذن عندنا سوء الظن، وهذا إذن كما قلنا أيها الأحبة هنالك أسباب لهذه القطيعة ولهذا الخلاف: سوء الظن، وهذا سبب خطير، الطمع بين الإخوة، الحسد فيما بينهم، وهنالك سبب آخر قد يخفى على البعض، ألا وهو التحريش. التحريش من بعض الناس، إما من صديق أو من قريب أو من زوج بنت أو زوجة ابن، وتستسلم النفوس المريضة لهذا التحريش، ويبدأ الأمر يتضخم حتى تحصل الخلافات وحتى تحصل القطيعة. نصيحتي لهؤلاء الإخوة الذين يختلفون أن يراجعوا أنفسهم قبل أن يلاقوا ربهم، فالأخوة وصلة الرحم لا تساويها أموال الدنيا، فعلا لا تساويها أموال الدنيا. فإذا تجنب الإخوة هذه الأسباب حصل بإذن الله الوئام والاتفاق والمودة فيما بينهم.